ومن هنا جت الفكرة. أنا عمار قررت أبدأ رحلة جديدة، رحلة في حب المساجد. بس خليني أسألك سؤال، إمتى آخر مرة دخلت فيها المسجد؟ أنا كمان بصراحة مقصر، مش أحسن منك ولا حاجة، بس في يوم وقفت مع نفسي وسألت ليه أنا بعيد عن بيوت ربنا؟ المساجد مش بس مكان للصلاة، ده مكان راحة وسكينة، بندخل نقعد مع ربنا، قلبك بيطمئن. يمكن ما تعرفش إن أول خطوة بتمشيها للمسجد ربنا بيغفر لك بيها ذنوبك، وإنك لما بتقعد شوية مع ربنا بتحس براحة مفيش زيها في الدنيا. المساجد مش أماكن للكبار بس، دي بيوت لكل الناس، بيتك وبيت كل مسلم. محتاجين نرجع نحب المساجد، نحب الصلاة، نحب اللحظة اللي بنقف فيها قدام ربنا. أنا من محبي اليوتيوب، مع الوقت لاحظت إن مفيش حد بيعمل محتوى عن المساجد، عن جمالها، عن تاريخها، عن التراث العظيم اللي جوانا ومش واخدين بالنا منه. قلت لنفسي ليه أنتظر؟ ليه منتظر حد يبدأ؟ ليه ما نكونش إحنا البداية؟ دي دعوتي ودي رسالتي، إننا نرجع نحب المساجد، نرجع نصلي. في الفيديوهات الجاية هحكي لكم عن رحلتي الجديدة، رحلة حب بيوت ربنا. هبدأ أوثق واحكي عن جمال المساجد، تاريخها وأسرارها. في نفس الوقت دي رحلة لقلبي أنا كمان. يمكن وأنا بصور واحكي أرجع أقرب أكتر من ربنا، يمكن أكون سبب إن غيري كمان يرجع للمساجد ويحب بيوت ربنا. لو شايف إن ده محتوى فعلا يستاهل، اشترك في القناة دي وشارك الفيديو مع اللي بتحبهم. يمكن فيديو واحد بس يكون سبب في تغيير حياتك، ويمكن نكون سبب لبعض في الخير. Senden talep ediyoruz. Ne olursun Allah'ım hem onlara hem bize hem bütün ümmeti Muhammed'e ve gençliğe rahmetinle muamele eyle. Allah'ım kusurlarımızı bağışla. Allah'ım bizim günahlarımızdan dolayı acilen bizi tutup yakalama. Ya merhamet et. Bizi ertele ama tövbeyle bu arada nasip eyle ya. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım Rabbe hâzihi dâveti tâmme والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللي حفزني للفكرة دي هي إن أنا فعلا ملقتش حاجة زي كده موجودة بأي لغة من اللغات خالص. كل الفيديوهات والمقاطع الموجودة سواء وثائقية أو مقاطع مقتطفة من أكبر مساجد ومن أعظم مساجد وهكذا وهكذا، لا، أنا بفكر بشكل مختلف شوية في موضوع المحتوى اللي أنا عايز أقدمه، وهو إنه هكتشف المساجد الغير معروفة، الكنائس اللي اتحولت مساجد، والمساجد اللي ليها قصص كتيرة. ممكن تكون قصص روحانية فقط ملهاش تراث معماري أو كذا، لكن في قصص أهل القرية، أهل القرى، أهل الأماكن المحيطة بالمساجد دي ليهم قصص في المساجد دي. ممكن نكتشفها سوا، ممكن نعرف الأسرار دي. مفيش أعظم من بيوت ربنا. إزاي مفيش حد فكر إن هو يعمل محتوى زي ده؟ الحمد لله على توفيق ربنا.